الزوج ده هو وزوجته كانوا قاعدين وفجأة والدته وأخوه كانوا جايين يزوروهم وهم فرحانين جدا. مراته رحبت بيهم وقعدوا علشان يتكلموا. فحماتها بتقول لها: أنا سمعت إن باباكي باع البيت واداكي مليون يوان، صح الكلام ده؟ قالت لها: في الحقيقة أيوة. إحنا عندنا في العيلة إن البنت المتجوزة ما بتاخدش فلوس من أهلها، لكن بابايا عارف ظروف جوزي فحب يساعدنا فاداني المليون يوان. فحماتها قالت لها: ويا ترى هتعملوا بيهم إيه؟ لسه هتتكلم قام جوزها غمزها عشان ما تتكلمش. فرد هو قال لها: في الحقيقة احنا قررنا ان احنا نشتري بيت في المدينة، وهندخل بنتنا مدرسة كويسة علشان تتعلم كويس، وهنعيش هناك، وهعمل مشروع صغير كده علشان ازود بيه الدخل. فأمه ردت عليه وقالت له: ايه التفكير ده؟ انت غلطان طبعا، ما انت قاعد في شقتك اهو ببلاش، وبعدين المدارس هنا كتيرة، انا مش شايفة ان ده مهم اساسا ان بنتك تتعلم. قال لها: معقولة؟ يعني مش مهم ان اعلم بنتي واخليها في مستوى كويس؟ مش مهم ان اعمل مشروع؟ قالت له: لا، انا مش شايفه ان ده مهم. على العموم على العموم دلوقتي مراتك تعتبر من عيلتنا، واخوك هيتجوز، يعني المفروض تساعد اخوك في مصاريف جوازه. اخوك محتاج شقه، محتاج عربيه، فاحنا كنا جايين مخصوص علشان تدفع فلوس لاخوك وتساعده. فهنا اتفاجئ من كلام والدته وقال لها: اولا الفلوس دي مش فلوسي، دي فلوسها هي، وهي الوحيدة اللي ليها الحرية تتصرف فيها ازاي، حابة تصرفها تصرفها، حابة تخليها معاها تخليها. ثانيا هي مش ملزمة انها تجوز اخويا، ولا انا ملزم، المفروض هو يشتغل ويتعب علشان يتجوز. فهنا امه قالت له: يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني مش هتساعد اخوك وهتكسر كلمتي؟ فقال لها: انا اقدر اساعد اخويا باللي اقدر عليه ومن فلوسي، لكن مش فلوس مراتي. فهنا امه قالت له: انا حكمت ان مراتك تشتري شقه لاخوك، يا كده ملهاش عيش معانا. فقال لها: لا طبعا، انا مش موافق بالكلام ده. قالت له: يبقى انت كده بتخسرني، لو ما اديتش الفلوس دي لاخوك يبقى انت كده بتغضبني وهتخسرني للابد. اللي عاوزين تعملوه اعملوه، لو عايزين تقطعوني قطعوني، وانا بكده مش غلطان. هنا امه قالت له: لا غلطان، وتعالى نسال الناس اللي بتتفرج على الفيديو ونشوف رايهم مين فينا اللي غلطان. فايه رايكم، الام هي اللي غلطانه ولا الابن هو اللي غلطان؟ ولو انت مكانه هتتصرف ازاي؟ منتظره ردكم في التعليقات، وصلوا على النبي.